بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل تتبيله كده وهميه لصينيه الفراخ المشويه. هعملها بقى كده في الفرن بصوص خطير، ريحتها هتجيب اخر الشارع وهتشرفك في العزومات. اول حاجه انا بعملها ان طبعا بننضف الفراخ كويس، بننقعها بمحلول نقع. ظبطيها كده واغسليها ونضفيها كويس الاول. تمام. تاني حاجة بنعملها بصلة كده مفرومة، دي بتمنعلك بقى اي زفارة خالص، لو حتى ما غسلتهاش كويس او فيها اي حاجة بتمنعلك اي زفارة خالص. بجيب بصلتين افرمهم ناعم احطهم كده على الفراخ، وبحط لها كمان معلقة كبيرة من الثوم ومعلقة كبيرة فلفل اسود وملح. تمام. او ماسكاها بقى دعكة كويسة، عايزة تسيبيها كام ساعة كده في التتبيلة دي في البصلة دي. تمام. من بالليل على قد ما تقدري يعني سيبيها تبقى حلوة يعني. سبت بقى الفراخ كده في التتبيله دي، وبعد كده اكمل بقى اعمل لها بقى ايه باقي التتبيله. بشرت هنا الطماطم كده، عملت لها 6 طماطميات كده، قمت رايحه بشرهم. وانتوا بتبشروا الطماطم فالقشره بتاعتها بتتشال، فاحنا بنبشر الطماطم كده من غير القشره، وبنشيل القشره نرميها. وبعدين احط معلقتين من الزبادي ومعلقه صغيره كده من الكاري، واقلبهم كويس، واقوم رايحه حطاهم بقى على هقلبهم بقى بالفراخ. وبعد كده نجيب بقى الصينيه اللي هنرص فيها. وانتي بترصي الصينيه هتحطي البصل من تحت، يعني او اللي هي التتبيله اللي احنا عملناها دي من تحت، ويحط الفراخ من اول حاجه احطها كده على البوتاجاز من فوق، اديها غلوه. بتاخد مثلا حوالي مني كده ايه ربع ساعه كده ايه على البوتاجاز، عشان تخش الفرن تبقى جاهزه على طول. وانا بديها كده غلوه هنعمل لها كده ايه صوص نحطه كده على الوش، عباره عن معلقه صلصه طماطم، ومعلقتين ميه سخنه، ومعلقه دبس رمان. تمام. معلقه صلصه طماطم، حط عليهم معلقتين ميه سخنه طبعا عشان تبوش الحاجات دي، ومعلقه دبس رمان. هقلبهم كده مع بعض عشان دي اللي انا هدهن بيها الفراخ كده من على الوش، هتديكي بقى وش حلو. هقلبهم كويس، واقوم رايحه دعكه بيهم حطاهم كده على وش الفراخ، وهي كده ايه على البوتاجاز. ما اقولكوش بقى ريحتها خطيره في المراحل دي كده، وهي ريحتها بقى بتبدا تطلع، بتبقى جميله قوي اهو. بتاخد بقى غلوه اهي. ابدا بقى اجيب بقى الصوص اللي احنا عملناه كده سوا مع بعض، واحطه ايه على الفراخ من فوق. حطيت كده بالمعلقه، وقمت رايحه جايبه الفرشه عشان تتوزع كويس، ويعني تبقى كلها واخده نفس الوش يعني. عملت كده كمان تركايه، جبت معلقه كده متوسطه من السمنه، وقمت رايحه حاطه ايه يعني موزعاها كده في الصينيه. وبعد كده اقوم رايحه مولعه بقى الفرن، سبتها ربع ساعه على البوتاجاز زي ما قلتلكم. ولعت الفرن على درجه حراره 200، وحطيتها في النص. اخدت حوالي 30 دقيقه طبعا، على كل فرخه على حسب نوعها يعني، انتي بتشوفها استوت ولا لا. طلعتها طبعا لما استوت، لو ما خدتش وش معاكي شغاله عليها الشوايه بس، وكده يبقى كده خلصنا. وممكن رشه بقى بقدونس كده على الوش تخليها تحفه. ووصلتم لغايه هنا، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله في حفظ الله.